موعد مباراة الأهلي والمصري النارية القادمة في الجولة 13 من الدوري المصري. بس قبل أي حاجة، لو أنت مهتم بأخبار النادي الأهلي اعمل اشتراك دلوقتي في القناة عشان يوصل ليك كل جديد. العين كلها رايحة لاستاد برج العرب، هناك هيتلاقى الأهلي والمصري البورسعيدي في قمة نارية في الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز. الأهلي داخل اللقاء بعد تعادل مفاجئ قدام بتروجيت 1-1، الماتش اللي توقف فيه قطار انتصارات المارد الأحمر بعد 5 فوز ورا بعض. المباراة اللي سجل فيها بتروجيت هدفه الأول عن طريق حامد حمدان في الدقيقة 12 قبل ما يتعادل للنادي الأهلي جراديشار في الدقيقة 61. وبعد الماتش المدير الفني الدنماركي للنادي الأهلي توروب طلع وقال صراحة مش راضي بالتعادل، أضاعنا فرص كتير، كرة القدم بتتقاس بتسجيل الأهداف. وطبعا ده تصريح حاسم وبيعكس غضبه من ضياع نقطتين مهمين كانوا ممكن يرجعوا النادي الأهلي لقمة الترتيب. دلوقتي الأهلي في المركز الثاني ب 22 نقطة، وبيبعد عن سيراميكا كليوباترا صاحب المركز الأول ب 23 نقطة بنقطة واحدة بس، وبيبعد عن المصري البورسعيدي صاحب المركز الثالث ب 19 نقطة ب3 نقط بس. وطبعا الفرق البسيط ده يخلي الماتش قمة مشتعلة بمعنى الكلمة. الأهلي عايز يستعيد الصدارة، والمصري داخل اللقاء وعينه على مفاجأة جديدة يثبت فيها إنه منافس صعب. أما عن موعد المباراة، فالمباراة هتتلعب يوم الأحد 2 نوفمبر الساعة 8 مساء على استاد برج العرب في الإسكندرية، وهتتذاع حصريا على قناة اون تايم سبورت. الأهلي داخل اللقاء بشعار واضح، مفيش تعادلات تاني، والصدارة لازم ترجع لمكانها الطبيعي. وبكده وصلنا للنهاية. لو أنت مهتم بأخبار النادي الأهلي اعمل اشتراك دلوقتي في القناة عشان يوصل ليك كل جديد. كان معكم حسن سعيد.